مفردات المعارك في عين العرب تتبدل وفقا لتبدل موازين القوى على الأرض، وكلمات مثل رد الهجوم وصده أو سقوط المدينة تراجع استخدامها الآن، وذلك أمام تشتت تنظيم الدولة وانتصارات المقاتلين الأكراد مدعومين بغارات التحالف. هكذا تواصل ساعات المعارك اليومية في مدينة عين العرب دورانها، انتقالا من معارك على التخوم الشرقية حيث يسيطر ما يسمى تنظيم الدولة، وصولا إلى الغرب معقل المقاتلين الأكراد فالجنوب والشمال، كلها جبهات قتال وكر وفر من قبل الطرفين. لكن يبدو أن عين داعش تواصل التحديق في تل شعير، وكأن خسارة التل ظلت حسرة لدى التنظيم، لذلك يقوم بقصفه كلما سنحت له الفرصة. شعب كوباني صاحب الأرض وصاحب الناموس وصاحب العرض، يعني حتى يضل واحد شخص بالكوباني بده يدافع عنه شنو ما كان. أما مقاتلو وحدات الحماية الكردية مدعومين بالبشمركة فيتبعون تكتيك التقدم إلى مواقع داعش ثم الانسحاب، مجبرين التنظيم على التراجع، وهو ما لا يعني انسحابه من المواقع التي يسيطر عليها، بل يعني ضعف قوته الهجومية وسقوط عدد من مقاتليه، وتحول زمام المبادرة إلى الوحدات الكردية. منذ دخول البشمركة أصبح مقاتلون يحققون تقدما كل يوم. داعش لم يتراجع من المدينة لكنه يخسر كل المعارك، وهو ما يعني أن النصر قريب. في خضم كل ذلك فإن أصوات إطلاق النار التي تسمع بين الفينة والأخرى من أرض المعركة لا يخترقها سوى صوت مقاتلات التحالف الدولي التي تقصف مراكز التنظيم ونقاطا قد لا تكون واضحة بالنسبة للأعلام، لكن يقول التحالف إنها أهداف مدروسة لقطع الإمدادات عن تنظيم الدولة ودعم المقاتلين الأكراد. المعلومات حول ما يجري داخل عين العرب قد تصل إلينا مقتضبة ومحدودة، ربما لأن في بعض ثناياها أسرارا عسكرية، وربما لصعوبة فهم ما يجري هناك من معارك تتشابك فيها كل أنواع الأسلحة مع توجهات وانتماءات المقاتلين وأعدائهم. سامي الأسمر، RT، من الحدود التركية السورية قبالة عين العرب.